النادي الاهلي، وبنشكركم على المشاركه في فعاليات هذا المؤتمر الصحفي المنعقد النهارده بمشيئه الله تعالى للاعلان عن بعض المشروعات التسويقيه الجديده للنادي الاهلي مع شركه صله الرياضيه الشركه الراعيه للنادي الاهلي. خلينا نرحب في البدايه بالاستاذ احمد صادق دياب المتحدث الاعلامي بشركه صله، الاستاذ سيف الوزيري المدير التنفيذي لشركه صله. الكلمه في البدايه للاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه التسويق. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم الساده الاعلاميين والصحفيين شركاء تجربه اي نجاح في نقل الاحداث، وبرحب بالاستاذ صادق دياب المتحدث الاعلامي لشركه صله الشركه الراعيه للنادي الاهلي، الاستاذ سيف الوزيري، وبشكركم على حضوركم النهارده علشان نوجه المهتمين بامور النادي الاهلي اخر حاجه كنا بنتطلع اليها من خلال الشراكه مع الراعي الرئيسي. زي ما حضراتكم عارفين عقد الرعايه اللي تم توقيعه مع شركه صله، كنا حريصين في بدء الامر انه ما يكونش عقد تقليدي. العقد التقليدي بيبقى حقوق بمقابل، لكن العقد الاحترافي بيكون ايه العائد اللي ممكن يكون على المؤسسه، وايه اللي ممكن يمكن تفعيله على هامش او بروح العقد لصالح مؤسسه رياضيه ان كانت او اي مؤسسه. الحقيقه شركه صله بالرعاة بتوعها والنادي الاهلي كان هو مسؤولين عن التسويق، كانوا قدموا تقارير او عروض لمجلس الاداره تم مناقشتها، وكنا بنشوف ايه اللي ممكن يتعمل لرفع اسم النادي الاهلي والشكل الحضاري والجمالي والتنظيمي للنادي، في اطار تفعيل العلاقه والشراكه بين الاهلي ورعاته المتمثلين في راعي رئيسي شركه صله. قررنا ان احنا اول حاجه ما تكونش تقليديه في هذا العقد تجهيز استاد التتش الجديد بما يليق بمؤسسه زي النادي الاهلي وكيان حافظ على صورته، ولازم كمان يكون في شكل تجهيز، إن كان تجهيز إنشائي أو تجهيز أمني يليق بالنادي الأهلي بعد ما تقرر إزالة استاد مختار التتش القديم. وأعتقد إن هيكون موجود من الصور الشكل اللي تم الاتفاق عليه مع السادة الرعاة، والحقيقة هتشوفوا إن دي حاجة تليق بكيان عاش دائما أبدا يحافظ على صورته، سواء من سبقونا، وليعلم الجميع مرة تانية إن إحنا دايما بنقول إن إحنا بنكمل ما فعله الآخرين، بنكمل ما أسسه الرموز والمثقفين والنبهاء سواء اجتماعيا أو في رسالة الأهلي الرياضية. زي ما بنقول دايما النادي الأهلي نادي رياضي، وكمان لازم يكون المرافق أو المنشآت بتاعته تليق باسمه، تليق ب 109 سنة من الإنجازات، 109 سنة من المبادئ والقيم اللي تعودنا أن نلتقي عليها بكل شعور الفخر والإحساس بالانتماء لمؤسسة إحنا كلنا بننتمي إليها.
الحقيقة قد يكون هناك تساؤلات. ليه توقيت العمل على تجهيز استاد التتش الجديد في هذه الفترة؟ قيمة أي مكان، يعني ما ينفعش محب أو منتمي للنادي الأهلي يخش يشوف هيكل خرساني أو جمهور جاي يحضر حتى تدريب هيكل خرساني غير مؤهل ولا يعبر، لأن طبعا احنا عندنا كل تدريب بيتذاع. الجمهور لما بيدخل قبل المباريات الحساسة أو المهمة بيبقى ده مذاع على الهواء أو من خلال قناة النادي الأهلي أو من خلال القنوات اللي موجودة. فكان ده الهدف، إن الشكل الجمالي اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي سواء من الداخل أو من الخارج يليق بالأهلي وجماهيره وأعضاء ومنسوبيه، وكمان بأمن الناس اللي تتردد عليه واللاعبين اللي بيمثلوا النادي الأهلي ككيان. مش عاوز أطيل عليكم، لكن عاوز أكمل كمان إن بعد الانتهاء من مراحل تجهيز استاد التتش الجديد هنلتزم إن إحنا نهد الاستاد، وده طبعا هيكون فيه إضافة بنعكف عليها الاستشاري بتاع النادي الهندسي والإدارة الهندسية بتعكف على البدائل اللي ممكن إنها تكون خيار صحي للأعضاء. ولحد دلوقتي الحقيقة لم ينتهي العمل الهندسي أو الرسومات إيه اللي هيكون موجود. المدرج. أنا بشكركم على حضوركم، وعاوز أترك الكلمة للأستاذ أحمد صادق دياب المتحدث الإعلامي لشركة صلة، وأعتقد إن كنتوا هتشوفوا نموذج المدرج بعد كلمة الأستاذ صادق. شكرا أستاذ عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا شركة صلة الرياضية بالنسبة لنا النادي الأهلي ليس حول فقط، النادي الأهلي هو يعني أسلوب حياة. احنا حبينا نكون جزء من هذه الحياة اللي بناها النادي الأهلي على مدى 100 عام في مصر. النادي الأهلي طبعا بالنسبة للناس كثيرين في مصر هو يعني نوع من الوطنية أن تكون أهلاوي. احنا بقى بننظر للأهلي على إنه كيان متجدد، كيان كبير، أكبر نادي عربي وأفريقي وأكبر نادي إنجازاتا، وكان جزء مهم من طموحنا إنه يكون ضمن إطار النادي الأهلي اللي يلتزم اسم صلة بهذا النادي العريق. طبعا إحنا الحمد لله والشكر لله تمكنا إنه ندخل السوق المصري من خلال أكبر الأندية، ووجدنا فعلا وعرفنا وتأكدنا خلال الشهور اللي فاتت ليش النادي الأهلي يملك هذه الجماهيرية الكبيرة والعريضة في مصر. لأنه نادي قائم على نظام مؤسساتي، قائم على قيم، قائم على أخلاق، قائم على تركيبة عجيبة جدا في الأندية الرياضية، وهي المحافظة والمحافظة على شخصية مصر وشخصية الإنسان المصري. على العموم أنا مش عاوز أطول ولا أضيف كثير على كلام الأستاذ عماد اللي تكلم فيها بالقليل. هو شرح وافي جدا عن المشروع. إحنا في صلة الرياضية لا ننظر أبدا إلى علاقتنا بالنادي الأهلي من ناحية تعاقدية. اللي انتم هتشوفوه بعد شويه واشار اليه الاستاذ هو عباره عن جزء بسيط جدا من شركه صله لزياده وتعزيز العلاقه ما بين رعاة النادي الاهلي والنادي الاهلي الكيان الكبير. هذا كله اللي انتم هتشوفوه ليس جزء من العقد، هذا اعتبروه نوع من الولاء من قبل الشركات الراعيه، وتكفلت به صله الرياضيه مع النادي الاهلي. الحقيقه اللي كانوا مشكورين جدا من خلال تعاملهم الراقي. يعني احنا تعاملنا مع انديه كثير قوي جدا وحتى من غير انديه. حقيقه لابد اني اعترف واستاذن له انه العلاقه اللي وجدناها في النادي الاهلي
علاقة تدل على فكر احترافي في إدارة منظومة كبيرة زي النادي الأهلي. مش عاوز أطيل عليكم أكثر من كده، وأعتقد أنكم كلكم عاوزين تشوفوا الشكل الجمالي للاستاد، فأسيب الأستاذ هنا يبدأ. الحقيقة ده بيقولوا عليه في احنا كنا دايما نحب نقول ان النادي الاهلي منتج استثماري. نتشرف احنا اصالة ان احنا ننتمي اليه، واكيد كمان اي راعي استثماري بيكون متطلع انه يكون من ضمن رعاة النادي. ده الحقيقه لنا ان نفخر جميعا ان التهافت والاقبال على اسم النادي الاهلي اللي صنعته 109 سنه وبكرر رموزه ومثقفيه ونبهائه قدام حضراتكم دلوقتي يبين قد ايه ان احنا النادي الاكثر تتويج ونادي القرن بقاله شكل هيكون هو ده منتج النادي الاهلي او النادي الاهلي براندنج في المستقبل. وفي اي عمل هيتم ده هيكون المستوى اللي يليق بمؤسسه النادي الاهلي قدام منسوبيها وعشاقها ومحبيها وجماهيرها، اللي يكون بعد كده بقى مش هيبقى ده في حاجه اقل من كده. ده الشكل العام بيمثل الرعاة بتوع النادي الاهلي، وهيبدا العمل فورا على مراحل. طبعا هيكون في جدول زمني. لو عند حضراتكم اي اسئله اقدر ارد عليها او الموجودين يقدروا يردوا عليها من الساده ممثلي شركه صله، احنا ما عندناش اي مانع، وبشكركم على حضوركم. استاذ محمد سيف اتفضل. السلام عليكم. ماشي مطلق. ما دام الاستاذ عماد يتكلم عن الاستاد الجديد نساله هل في حاجه بالنسبه للاستاد الجديد؟ الاستاد الجديد احنا بنسمع كلام انه مؤجل شويه بسبب الظروف الاقتصاديه والاوضاع السياسيه ومش عارف ايه، وفي بعض المواقع والصحف نشرت ان هيبداوا فيه يتعمل فيه، يعني هيبدا قريبا وان في تصميم له انه يبقى على شكل ايام في ارينا في المانيا. ففي حاجه بالنسبه للاستاد الجديد يعني معلومات خطط مستقبليه، وكان المهندس محمود طاهر عرضه في المؤتمر الاقتصادي مارس 2015. فهل في جديد بعد 2015؟ وهل يعني عايزين نعرف التفاصيل في حاجه قريب، في حاجه تنفيذيه مؤجل بسبب الظروف والاوضاع؟ وبسال الاستاذ احمد صادق دياب اذا كان هم هيتولوا تطوير المدرج الجديد والغرف الملابس وغيره، فالمده دي هتاخد مده قد ايه وتكلفته قد ايه، وهم هيتحملوا التكلفه بالكامل ولا بالمشاركه مع النادي؟ شكرا. بشكر حضرتك على السؤال. اسمح لي الاول ارد فيما يخص استاد المشروع استاد الاهلي بمدينه الشيخ زايد. الحقيقه احنا لما تولينا كان في استشاري مالي موجود من اختاروا المجلس السابق لدراسه شركه الاهلي للمحترفين او شركه الاهلي اللي هي تقدر تعمل ما يسمى طرح لمشروع انشاء المسابقه. تعرضوا يعني اعتراض من الجهه الاداريه ان القوانين واللوائح لا تسمح الا بتعديل قانون الرياضه ان يشمل
الحقيقة احنا زي ما بيقولوا مشوار ال1000 ميل بيبدأ بخطوة، حبينا نأسس الخطوة اللي هي تخلي النادي الأهلي جاهز للشروع في هذه أو هذا الحلم اللي كلنا من زمان قوي بنحلم بيه وبنشتغل. احنا عملنا كل ما مطلوب مننا، حتى عملنا التصور من خلال ورشة عمل. أستاذ أحمد زاهر أمين صندوق النادي الأهلي شاف كل ده، وفي أثناء رحلة ليه خاصة لألمانيا راح شاف نقدر ناخد إيه من استاد أليانز مارينا وهو يكون يتواكب مع ظروف النادي الأهلي وظروف المنطقة اللي بينشأ فيها. عملنا النموذج وتم عرضه في المؤتمر الاقتصادي اللي حضر المهندس محمود طاهر رئيس النادي والزملاء بتوع التسويق. والحقيقه جالنا عروض كتير زي اللي حضراتكم شايفينه، اللي هو تشرفنا بان يكون اسم النادي اللي احنا بننتمي اليه كذاب او منتج كذاب. كان عندنا عروض سواء من اثناء المؤتمر الاقتصادي وحتى ادق في الكلمات من اخرين. كل العروض اللي جات لنا تصطدم بقناعه. بيزنس بلان او دراسه الجدوى، التفاصيل، احنا محتاجين كام الف، مراعاه ظروف منطقه الشيخ زايد، النواحي الامنيه، المخارج. ان احنا بنكرر كمان بهذه المناسبه ان الارض الجديده اللي تم استبدالها في فتره ما قبل تولينا مجلس الاداره امنيا وكدخول وخروج جماهير احسن من الارض القديمه، لان الارض القديمه كانت في قلب مدينه الشيخ زايد، الارض اللي هي سحبت من النادي الاهلي علشان ضوابط ضروره البناء في فتره زمنيه وادوهم المجلس السابق ارض ثانيه. الارض دي كبناء استاد اكثر اهميه واكثر استفاده ممكن يحصل. مش عاوز اطيل، كل حاجه جاهزه بخصوص الاستاد، يبقى حاجه واحده بس، تعديل قانون الرياضه اللي احنا عندنا مؤشرات ان هو هيشمل تعديلات تؤهلنا للبدء في انشاء استاد النادي الاهلي. ما يخص الاستاذ احمد صادق دياب رد. اول شيء اشكرك على السؤال. احنا هنبدا فورا العمليات اللي انت شايفها دي، ونتوقع ان شاء الله خلال شهرين تقريبا نكون انتهينا بالكامل بالشكل ده الخارجي اللي انت شايفينه دلوقتي. بالنسبه للتكلفه، شركه الصله الرياضيه متكفله بها بالكامل، هي يعني اعتبرها جزء شعبي من قبلنا عشان جمهور النادي الاهلي وعشان اداره النادي الاهلي وعشان النادي الاهلي. وزياده دايما الناس كده هو يعمل مشاريع يفيد مستقبل بدأ الناس كلامه ان تعاقدنا مع شركه صدى ده هيبقى تعاقد احترافي، وان هناك مشاريع كثيره سوف تتم من خلال هذا العقد. حضرتك اعلنت عن اول مشروع وحيد هو مدرج الثاني. يا ترى هل حضرتك تقدر تحكي لنا عن باقي المشاريع اللي هتعملها شركه صالح في مصر للنادي الاهلي، ام سنقتصر فقط على مشروع المدرج؟ شكرا. الحقيقه انا بشكر حضرتك يا استاذ سمير على سؤالك. الحقيقه ما اقدرش اقول لحضرتك دلوقتي، لابد ان نعترف ان لكل مرحله متطلبات. لما بنيجي نفعل الشراكه مع الراعي بنشوف كمان احنا محتاجين ايه.
يعني مع استكمال فرع النادي بالشيخ زايد هيكون في متطلبات خاصة بالرعاة ان هم يكونوا متواجدين. منطقة الشيخ زايد او اي منطقة، وده شيء بنفخر بيه، بتزداد قيمتها بوجود النادي الاهلي. يعني انا عاوز اقول لحضرتك مثال تجاري. اسعار الاراضي والعقارات في المنطقة اللي حول النادي الاهلي زادت بتقريبا 1.5 ضعف بعد ظهور او تردد او افتتاح النادي. في توسعة بتحصل في منطقة الشيخ زايد، وما عنديش حاجة اقدر اقولها دلوقتي الا ان فروع النادي الاهلي الشيخ زايد ومشروع في التجمع الخامس لإنشاء فرع رابع للنادي الأهلي سيكون للرعاة دور كبير فيها، هيعلن عنهم في حينه وطبقا لمتطلبات اللي النادي الأهلي محتاجها. لكن حتى هذه اللحظة احنا شفنا ان موضوع المدرج التتش لابد ان يكون له شكل يليق بهذا النادي وهذا الكلام. استاذ ماجد غراب اتفضل. بالتأكيد اللي بنشوفه ده شيء جدير بالاحترام، نجاحات تسويقية بيقود المجلس الحالي بقيادة المهندس محمود طاهر على كافة الأصعدة. لكن سؤالي، هل الإعلان عن كل هذه المشروعات، عن كل هذه النجاحات في هذا الفاصل الزمني الضيق يعتبر بمثابة رسالة يبعثها المجلس الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر لأعضاء الجمعية العمومية، واحنا كنا بنعتقد جمعية عمومية خلال أيام قليلة جمعية عمومية محترمة وهامة للنادي الأهلي، ولا هذا هو الأمر العادي والشغل الطبيعي لمجلس الإدارة اللي هو بيعلن عنه في وقته الطبيعي؟ وشكرا جزيلا لسعادة الصدر. أنا ممكن أرد عليك رد مقتضب، بس أنا مش هعمل. يعني أنا ممكن أقول لحضرتك لو ما شفتش ده في حيز التنفيذ يبقى ده رسالة تسويقية لأعضاء الجمعية. بص يا سيدي الفاضل، من يعمل لصالح عام مش مستني أو متأكد من ثقة الناس اللي هو رشحوه وانتخبوه. وحقيقة ان هذا الموضوع في مراحل، يعني لا مش ممكن ان احنا يعني ظابطين الكلام ده مع الجمعية العمومية. انا عاوز اعرف ايه علاقة الجمعية العمومية اللي هي عادية بان انا اعلن على طب انا لو بعلن مثلا عن انشاء حمام سباحة ابقى اخاطب الجمعيه العموميه. انا ما قلتش انتوا ضاغطين مع الجمعيه العموميه. انت بتقول رساله في يعني انت يعني كنت على شيء من الاحترافيه، وده انا متوقعه طبعا انك انت تسال السؤال ان دي رساله، وان مثلا لو عملت احتفال عيد الام النهارده ابقى بحتفل بالام علشان الجمعيه العموميه. الكلام ده مش منهج الناس اللي موجودين. منهج الناس الموجودين ان هم موجودين من اجل نادي حافظ على علاقته ورقته، تبقى قيمته قيمه اعضاء جمعيته العموميه في اللي احنا بنقدمه فيه ليهم، مش اللي احنا بالعكس. يعني لو حضرتك رجعت للرساله او رساله مجلس اداره محمود طاهر هتلاقي بتقول للناس يعني من فضلكم تعالوا حاسبوا مجالسكم قبل ان يحاسبكم التاريخ. شكرا لك. طبعا بشكركم على الدعوه الكريمه، ويعني بنشوف طبعا يعني شيء مشرف في ظل الحرب او يعني زي ما بنقول الهجوم على مجلس اداره النادي الاهلي او في ظل المنافسه الخارجيه. لكن السؤال استاذ عماد بالنسبه للي احنا شايفينه حاليا هو هيكل خارجي، عايزين نعرف بالتالي يحتوي على ايه
اذا كان في غرف ملابس او صالات جيم او اي حاجه شكلها ايه ومحتواها ايه، وهل فعلا شركه صله هتتولى تداخله. والسؤال الثاني ايضا استاذ احمد بخصوص التطوير داخل النادي الاهلي في المنشات، بدا بالاستاد او بالمدرج، هل في فيما بعد فكره ثانيه ان احنا ممكن نطور حاجه ثانيه داخل النادي؟ يعني مثلا ارضيه الملعب ممكن نطورها بشكل مختلف او بشكل حديث، حاجات اخرى مثلا يعني حمامات سباحه، جيم، اي حاجه ثانيه خارج المدرج. شكرا. اسمح لي ارد على الجزء الاول من السؤال، هو محتوى اللي هو محتوى هذا المدرج. محتوى هذا المدرج غرف اللاعبين، الجزء من نادي صحي بيحتاجه اللاعبين وجيمنيزيوم، استراحة للاعبين يعني فندقية، كل ما وحدة علاج طبيعي، كل ما يحتاجه الجهاز الفني والإداري من مكاتب بطبيعة الحال زي الأندية العالمية، في مكان يليق بالهيد كوتش بتاع النادي الأهلي في اجتماعاته في محاضراته. ودعني أترك الباقي للأستاذ أحمد صادق دياب يرد عليه، أن ده مشروع أو تفاصيل متكاملة لمدرج النادي الأهلي، أكيد لازم هيكون من الداخل ومن الأستاذ دياب يرد عليه. طبعا هو زي ما قال الاستاذ، احنا الكلام لو اللي هنعمله في النادي الاهلي او في مدرج النادي الاهلي كما تشاهدون، هذا جزء بسيط طبعا في حاجات من الداخل، بس كلها مبرمجه على حسب الوقت. احنا واثقين انه اللاعب في النادي الاهلي لاعب فخور جدا بانتمائه لهذا النادي، وبيقضي معظم وقته في الملعب في النادي الاهلي بالتمرين في الغرف وكذا، فلازم يكون المكان اللي عايش فيه هذا اللاعب او اللي قاعد فيه هذا اللاعب يليق بقيمه اللاعب في النادي الاهلي. بالنسبه للجزء الاخر من سؤالك استاذ، احنا في شركه صله زي ما قلت لك وكررها ثاني مره، ما بننظرش لعلاقتنا بالنادي الاهلي تعاقديا، احنا بننظر لها على اننا في بيننا علاقه خاصه، شراكه متكامله. اي حاجه نحس انه احنا نقدر فيها نساعد النادي الاهلي او منشات النادي الاهلي او على اللاعب الاهلي الاهلاوي انه يحقق الهدف اللي يبغاه منه جمهوره، صدقني مش هنتردد، بس مش هندخل في تفاصيل ارضيه ملعب او اي حاجه في دلوقتي، لانه ده مش جزء من يعني تركيبتنا، ولا احنا نبدأ مع النادي الاهلي في اي حاجه ومصيرنا واحد دائما. زميلي اتفضل. اولا وعدنا هنا في النادي الاهلي من عام 63 وانا طفل. انا مش هسال سؤال، ولكن انا هقول تحيه لمجلس اداره المهندس محمود طاهر، لان انا من وانا عندي 3 سنين وانا هنا في النادي، يعني بقالي اكتر من 53 سنه، اول مره اشوف حاجه بالجمال ده. فبشكركم يا شركة صلة، وبشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، وبشكر جميع العاملين في النادي الأهلي. وليا طلب عندكم بطلبه، كان هنا في الحتة ديت كان في ملعب اسمه ملعب الهوكي وللأسف اختفى. بطلب من شركة صلة المتمثلة في الأستاذ أحمد صادق دياب والأستاذ سيف الوزيري إعادة هذا الملعب للنادي الأهلي، وبشكركم جدا. طبعا يعني حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي حاجه بصراحه تشرف، وشركه صله اي مجهود كبير جدا مع النادي الاهلي، بما يوازي حد من مكان النادي الاهلي على مستوى العالم. انا بس كنت عايز اسال الاستاذ احمد صادق، هل الجزء الثاني من الملعب هل هيتم تصويره؟ هو المدرج اللي هو المفروض مقفول دلوقتي، هل هيتم تصويره ولا لا؟ دي حاجه. وبالنسبه بس للشخص بتاع الباشمهندس محمود طاهر كان بيقول ان هو هياخد النهارده في 7 شكرا. الحقيقه هو الاستاذ صادق مش هيقدر يرد على ده. احنا حضرتك في بدايه الكلام